السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية مكرونة بالبشاميل. تمام. اول حاجة انا قطعت بصلتين او بصلة كبيرة او بصلتين صغيرين ايا كان، وحطيت عليهم السمنة وشوية زيت صغيرين، وهبتدي اشوحهم ويبقى لونهم ذهبي، وبعدين انزل باللحمه المفرومه بتاعتي. احنا دلوقتي هنعمل عصاج زي ما بيقول يعني. هنشوح اللحمه المفرومه. تمام. هنا يا بنات انا شوحت البصله بتاعتي بالسمنه، وبنزل اللحمه بتاعتي المفرومه. اشوحها كويس، هو ده العصاج. اشوحها كويس كده مع البصله، هتنزل ميتها تشربها، وبعدين انزل التوابل بتاعتي عليها. في هنا بقى حاجة حلوة قوي لاحظتها دايما لما بعمل العصاج. من وهو كده لسه حطاه ببتدي انزل بالملح بتاعي. الملح صراحة بيخليه بيخلي ايه اللحمة بتاعتي زي مش مكتلة كده، لا بيخليها زي مبسوسة. فاهمين قصدي؟ بيخلي اللحمة بتاعتي هنا مبسوسة. هحط التوابل بقى، الفلفل، بهارات، التوابل اللي انا بحب احطها. الطريقه دي انا هنا حاطه الحله عشان اقول لكم بس لو حد لسه بيتعلم جديد المكرونه بسلقها ازاي. بحط ميه تغلي على النار، وبعدين بحط شويه زيت. في حد ما بيحبش يحط زيت براحتكم، بس انا بحب احطه، بيخلي المكرونه كده مش ملزقه ببعض. ده طبعا حسب نوع المكرونه، انا بستعمل نوع كويس جدا يعني، لو ما حطيتش زيت مش هيلزق، ورغم ذلك بحب برضو احط زيت. وبحط شوية ملح. خلاص، والمية تغلي كويس جدا، وبعدين انزل بالمكرونة بتاعتي، اسيبها تقريبا 10 دقايق. 10 دقايق بتغلي، وبعدين اصفيها في مصفى. بس كده بقى يبقى المكرونة بتاعتي ايه، حضرتها معاكم كده بس عشان انجز في الوقت. كده اشوح بقى اللحمه، وبعدين هنشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا حبايب قلبي انا ما بعملش صينيه المكرونه بيضه، انا بعملها حمرا، واحنا اتعودنا عليها على كده، وماما دايما عودتنا عليها على كده. هي تحفه يعني. صينيه المكرونه الحمراء ألذ بكتير واطعم من صينيه المكرونه البيضه. انا اعرف ناس كتير جدا بيحبوها بيضه. ده تذوق، كل واحد حسب ما اخد على طريقه اللي هو اللي اتربى عليها من هو صغير. انا هنا بعد ما اللحمه المفرومه اتعصجت خلاص، انا بقى بنزل ايه، الطماطم تتسبك معاها. طبعا انا حاطه كل التوابل بتاعتي والملح وكل حاجه. كده بقى هسيب ايه يتسبكوا مع بعض. خلاص، يلا بقى هنعمل دلوقتي مع بعض البشاميل. هنا هدي تقليبه كده برضو للمكرونه، لسه حطاها. يلا نعمل مع بعض البشاميل. هنا حبايب قلبي انا حطيت السمنه هنا اهو، حطيت السمنه بتاعتي تسيح، معلقتين كبار سمنه. خلاص، وبعدين هنزل بمعلقتين دقيق كبار. ادي معلقه دقيق،
وادي معلقه تانية. حاولي تعملي البشاميل بتاعك بحاجه غويطه كده. انا بحب اعمله دايما في هنا. اسيبهم شويه على النار يتشوحوا مع بعض. حبه دقيق كمان. كده اهو يبقوا دهبي شويه معايا. هوريكم لونهم قبل ما احط اللبن بتاعي. اللبن بتاعي يا بنات يبقى فاتر، لازما يبقى دافي، ما ينفعش احطه ساقع. كده اهو يا حبايبي. كده انا مش عايزاه غامق قوي، يعني يعتبر لو غمق الدقيق بالسمن يبقى كده اتحرق. لا انا عايزاهم ايه كده حلو قوي. انا بحب لونه فاتح كده مش غامق قوي. ببتدي انزل باللبن بتاعي. طبعا هنا انا موطيه العين بتاعه البوتاجاز بتاعتي، لازم انا اوطي عليها. هنزل بقى ده يعني ايه كيلو لبن. خلاص بصوا، عشان موطيه العين بتاعتي عمره ما هيكلكع مني. في ناس بتحط شوربه مع اللبن، اوكي عادي بتبقى كويسه برضو، بيبقى طعمه كويس، بس انا بحبها باللبن بس، لاني ولادي لو ما بيشربوش اللبن احب ادخلهم في حاجات تانية. كده بقى ابتدي اعلي العين بتاعتي شويه، وتقليب مستمر. خليكي في المضمون، ما تبقاش عينك عاليه يكلكع معاكي على طول. خليها كده ايه منخفضه، وهو هيظبط معاكي واحده واحده ويبقى جميل. كده انا بنزل بالتوابل بتاعتي خلاص والملح. يلا بقى نقلب. دلوقتي انا هحط عليه 3 بيضات بلدي. هبتدي انزل كده عليه 3 بيضات واقلب بسرعه بسرعه عشان البيض بتاعي ما يجمدش وهو سخن كده. انا الحقيقه بيبقى عندي كريمه لباني بحط. طبعا انا واثقه في البيض واثقه في البيض بتاعي لاني جايباه من مكان مضمون. اقلب كده بسرعه. بيبقى عندي جبنه اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، اي جبنه عندك عايزه تحطيها حطيها، بس انا بحب الجبنه اللي هي نسيت اسمها يا بنات، معلش مخي مش حاضر عشان مركزه ممكن في حاجه تانية. المهم يعني بحب احطها بعد ما احط المكرونه واحط صينيتي واظبطها، بحط الجبنه دي على الوش. هي الجبنه اللي بتمط دي يا بنات، انتوا اكيد كلكم عارفينها، يعني هي بتحط على البيتزا والحاجات دي. خلاص كده بقى ايه، هعلي النار بقى كده. خلاص انا خلصت. لو عندي كريمه لباني بحط طبعا، تبقى طعمها واو. فانا عاملاها الحاجات اللي موجوده عندي. هبقى في تقليب مستمر. شفتوا بقى علشان العين بتاعتي مش عاليه ما كلكعش معايا الموضوع، عشان العين واطيه هيطلع لي اللي انا عايزاه في الاخر، ويعني ما فيهاش كلكعه ولا فيها اي حاجه، وتبقى زي الكريمه كده. خلاص انا دلوقتي سايبه برضو العصاجه اهو
بيتسبك هو والطماطم. هو ده يا بنات القوام اللي انا عايزاه من البشاميل بتاعي. انا ما بحبوش خفيف قوي، انا بحبه ايه، يبقى متماسك كده، هو زي الكيك كده، نفس قوام الكيك بتاعي. طيب هنا لو مثلا البشاميل، انا طفيت النار طبعا. البشاميل بتاعك لو، اخلي بالنا على حاجتنا عشان دي ممكن تسيح والحله سخنه. لو البشاميل تخين هتعملي ايه؟ لو البشاميل تخين هتزودي لبن تاني، وتقعدي بقى ايه، هتتعبي بقى، اللي هو تقعدي تقلبي جامد 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 لغايه لما يسيل منك تاني. لو البشاميل بتاعي خفيف مش هزود حاجه، هسيبه على النار، كل ما يتبخر كل ما يتقل معايا. هنشوف بقى هنعملها بأني طريقه، بس لما اللحمه بتاعتنا تستوي والصلصه اللي فيها تتسبك. يلا حبايبي، هنا هنشوف مع بعض هنعمل ايه. انا هنا سلقت كيس ونص مكرونه، دول كيس ونص تمام. بنزل تقريبا نصهم في طبق كده غويط. تمام، بنزلهم كده في طبق غويط، نص الكميه بتاعت المكرونه، وابتدي انزل بشويه من اللحمه المفرومه بتاعتي، شويه صغيرين مش كتار. تمام، واقلبهم كده اهو. خلاص، وبعدين انزل بشويه تاني من البشاميل بتاعي. تمام كده. تصوير الاكل يا بنات في الكاميرا صعب جدا. خلاص، المهم ايه، خلاص كده حطيت نص الكميه بتاعت المكرونه، حطيت يجي 3 معالق لحمه مفرومه وحبه بشاميل صغيرين. اجيب الصينيه بتاعتي واروح دلقاهم كده كده اهو. خلاص، هعمل ايه بقى تاني؟ هجيب الصينيه وادلق فيها اللحمه بتاعتي المفرومه، واسيب جزء صغير جدا فيها كده. اللحمه المفرومه بتاعتي اهي، اهيت صينيه المكرونه. خلاص، وبعدين اعمل تاني نفس الموضوع، انزل بقيت كميه المكرونه، وانزل شويه اللحمه اللي انا سايباها كده. انا خليت صينيه المكرونه بتاعتي غنيه باللحمه اللي انا عاملاها. وانزل برضو شويه بشاميل واقلبهم واحطهم برضو كده. يا بنات جربوا صينيه المكرونه دي، روعه. عارفين يعني ايه روعه؟ فوق الوصف والخيال من طعمها، بجد والله العظيم جميله جميله جميله، واولادك هيحبوها جدا جدا جدا. كده هنزل في الاخر بايه، بالبشاميل بتاعي كده اهوت. عايزه تحطي على الوش جبنه حطي، حسب بقى ايه ما انتي عايزه. انا ما بحطش حاجه خالص، انا لو حطيت بحط بضايه واحده، لو بحط بضايه واحده بحيث اللي هي ايه، وشها يبقى احمر وجميل. في ناس بتحط بقسماط مطحون، براحتكم برضو حسب التعود. في ناس بتحط جبنه، انا احيانا بحط الجبنه. بحط ساعات بضايه واحده، يعني اضربها وارشرشها كده بحيث اللي هي ايه تبقى حمرا. انا مش هحط حاجه خالص لان هي هتطلع تحفه باذن الله. وان شاء الله لو قدرت اوريكم الشكل النهائي هوريهمكم باذن الله. شكرا، كنتم مع قناه اسرار شيرين. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، انا هنا كده طلعت صينيه المكرونه بالبشاميل من الفرن. يا رب تعجبكم، وانا انصحكم تدوقوها، جميله جدا 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 وطعمه قوي.
بس انا طبعا لسه مش هقطع دلوقتي، لاني مش هناكل دلوقتي، لسه شويه على الاكل. انا حبيت اوريها لكم، يا رب تعجبكم. شكرا، كنتم مع قناه اسرار شيري. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.